السلام عليكم عشران الدراري الزوينين اللي كيتبعوني في القناه ديال المناضله تي في. اليوم واحد البلان اللي صراحه بقى فيه بزاف، هو البلان ديال الشيخ التصونامي. هو البلان اللي وقع صراحه شفناه في مواقع التواصل الاجتماعي، بزاف الناس ناقشوه، بزاف الناس هضروا عليه، ولكن غادي ندوي على واحد النقطه مهمه. بقاو معنا غنعطيكم القاصح هذاك الشيء اللي غيسمعوا بنا. المهم كيما وقع للشيخ التصونامي كيوقع لبزاف الناس، ماشي غير هي. لاحظنا بان هذا البلان ديالها قال لك كلات شي حاجه ماشي تليه، وهذا الشيء اللي خلاها تاثر به. وصراحه اش نقول لك، انا الى راجعوا بحال هذا الشيء ما كنبغيوش نسمعوه او بالاحرى نشوفوه. ولكن اول حاجه غادي نهضر عليها هي الصداقه. الانسان خاصو يعرف راسو مع من كيتصاحب، او بالاحرى مع من معاشر في الحياه اليوميه ديالو. ممكن ان الاصدقاء ديالك كيكونوا سبب ديالك انك يشوفوك بواحد الدرجه اللي لا يرثى لها. وثاني حاجه ممكن الناس اللي غيكونوا عايشين معك او بالاحرى العائله ديالك يحسدوك على ابسط الحوايج. هادشي اللي غادي تشوفوا بزاف الحوايج لاحظناهم في الحياه المجتمع ديالنا. كاين الحسد، كاين البغض، بزاف الحوايج. ممكن بنادم يحسدك غير انك انت تكون لابس مزيان، او بالاحرى لا يسر لك الله في طوموبيل ولا في دار ولا في جويجه ولا بزاف الحوايج. بنادم كيحسدك. خاصنا نعطيو واحد النصيحه، بنادم يحضي راسو، حضي راسك من الصحابه عشيري باش نكونوا واقعيين وياك. صاحبك راه هو جيبك هذا الوقت، صاحبك راه هو صاحب مصلحته. باش نكونوا واقعيين، اغلبيه الناس غير صحاب ديالنا غير كنبقاو داوين هابطين بزاف، لانه بزاف الناس ملي كتبغي تناقش معاهم او بالاحرى كتعطيهم واحد الفكره اللي تكون ايجابيه ما كيتقبلوهاش. هادشي علاش المجتمع ديالنا ولا مبني على شي حاجه دول المستوى. المهم هادشي اللي وقع للشيخ التصونامي شفنا بالاحرى انها يعني وفاه المانيه، اثر انها كلات شي حاجه ماشي تليه. وكنتسناو من ربي العالي انه يوقف معها، فهمتيني، ويشدوا هذوك الناس اللي كانوا سبب باش انها طاحت. باش نكونوا واقعيين، لان بحال هاد المسائل كنشوفوهم في هذا المجتمع اللي ولا مبني غير على شي حاجه اللي ماشي تليه. نكونوا واقعيين، ربي يسر الامور، العائله ديالها وانا الى راجعون. المهم بغيت ندوي على واحد النقطه اللي مهمه بزاف ديالي. البلان اللي خاصنا ندوي عليه بزاف هو هذا البلان اللي شفناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاغلبيه الناس اصلا كاع ما تسوقوا لهذا البلان. انا بغيت ندوي على الصحبه بصفه عامه، تكون تصونامي ولا اي شخص. ولكن علاش كتحسدوا بنادم؟ علاش هذا الحسد كتلقاه غير عند العرب كيشوفوك مثلا ناشط ولا عندك الوقت والفلوس كاينه، اقسم بالله العلي العظيم لا حملك شي واحد. كون واقعي، هما كيحملوكش لدرجه انه كيتمنى انك انت تكون ديما مأزم وديما ما عندك والو. علاش هاد الافكار كاينه عندنا؟ علاش بالضبط كاينه عند العرب؟ انا بغيت غير نعرف واش هذه موارثه عندهم؟ بالعكس، بنادم لو وصل ندي معاه بالخير الله يعطيه، الله يزيدو، باش ربي يعطيني ويزيدني. ماشي نتوما السيده هو نفترضوا ان هذاك الشيء كديروا فيما لا يرضي الله، هذاك الشيء كيبقى بينه وبين اللي خلقها. ولكن علاش تاديوها؟ علاش تاديوها تعطيوها هذاك الشيء وتولي في سبب انها تمشي ترحل على الحياه؟ انا بغيت نوجه هذه النصيحه لاي واحد اللي كيادي شي واحد في العالم، قد ما كان النوع ديالو، فالعاقبه لا تسوء بخير، باش نكونوا واضحين. لان اغلبيه الناس ملي كتناقش معهم بحال هذه المواضيع ما كياخذوهاش بعين الاعتبار، كيعتبروها غير اشياء تافهه، او بالاحرى شي حاجه اللي ما عندها حتى شي معنى. ولكن اون كونترير ملي كتجي كدوي على شي حاجه اللي غير كتفلى عليها، وهذه كتلقى الناس كيقبلوا عليها، والفيديوهات كيديروا البوز والطوندوس. علاش هادشي؟ علاش؟ انا بغيت غير نعرف علاش السبب الشيخ التصونامي غيوقع عليه هادشي. فهمتيني؟ واش حنا كنعتبروها بان هي كانت مثلا كدير شي حاجه اللي ماشي تليه، تبقى بينه وبين اللي خلقها باش نكونوا واضحين. ولكن بالاحرى باش نتوما تشدوا بحال هاد المسائل وكديروها وكتاولوها بطريقتكم الخاصه، اذا هذا الشيء راه لا يرثى له. باش نكونوا واضحين، هذا الشيء لا يرثى له. المجتمع ديالنا حنا عارفين مبني على بزاف د الحوايج اللي لا ايجابيه باش نكونوا. ولكن كل واحد وكل انسان حر في حياته يدير ما بغى، لان الله عز وجل هو اللي كيحاسب. الله عز وجل هو اللي كيحط الميزان ديالو في يوم القيامه. اذا انت علاش غادي تحاسب واحد الانسان وغدير فيه شي حوايج اللي ماشي تليه؟ واش على انك انت حسدتيه عطاه الله المال؟ فهذاك الشيء راه غير ابتلاء في الدنيا. راه ابتلاء المال راه في حد ذاته ابتلاء، المال والجاه واي حاجه ابتلاء. ما كيحمد الله عز وجل كيزيدو، ولكن ما كيحمدش الله راه كيكون العاقبه ديالو الله يسر باش نكونوا واضحين. اذا هذا البلان اللي وقع للشيخ تصونامي بلان بقى فينا بزاف، لانه ملي كتشوف بحال هاد الاشكال كيديروا الاصدقاء او الاقربين
ديالو ممكن تلقى العائله ديالها، ولا ممكن انك تلقى شي انسان اللي كيعرفها هو اللي دار لها هذاك البلان، فهمتيني. ولكن علاش درتي هذا الشيء؟ علاش؟ واش انت حسيتيها ولا انت حسيتيها كطلع عطا؟ ولكن هذاك ابتلاء، هذاك الشيء واش ماشي سوقكم في هاد الناس؟ واش نتوما صاحبي كتعاديو عباد الله وكتقولوا حنا راه مسلمين، حنا كنصوموا رمضان، حنا واش انت اللي كنتي كتعادي خوك؟ اخويا الله يرحم لكم الوالدين، وغيروا هذا المنطلق، غيروا هذه الافكار هذه راه ما بقاش صالحه في هذا الوقت ديال 2023 2024. باش نكونوا واضحين، اي واحد كيادي خوه المسلم فهو واش نقول لك العاقبه ديالو ستؤول الى ما لا يحمد عقباه، باش نكون واضح. اذا الافكار اللي في حد ذاتها بغيت نوصلها هي حاولوا انهم يمسكوا دوك الناس اللي كانوا سباب باش انها ديك السيده مشات لدار البقاء، باش نكونوا واضحين. ورساله اخيره لدوك اللي كينتقدوا بحال هاد الاشياء، باش نكونوا واضحين، باش انت تعرف تقول لديك السيده راه مشات ما مشات وشي هضره ولا شي تلي، اكون على بال بان اي واحد كيتسال على هذا الشيء اللي كيدير. حنا عارفين بان ديك السيده كدير لا ما لا يرضي الله عز وجل، ولكن راه كنطلبوا الهدايه من القلوب ديالنا الصافيه، وكنتمنوا انه الخير يعم بالجميع، وكنحاول انني ندد بحال هاد الاعمال هذه اللي كتكون لا صالحه، فهمتيني. حنا نعارضوا هاد الافكار هذه، لانه اي واحد كيادي خوه والاحرى كيعطيه شي سموم، الله يسر باش انه يكون العاقبه ديالو تؤول ما لا خير. فهاد الشيء اخويا راه كيضرنا، فهمتيني. هادشي كيضرنا بحنا كنشوفوا بحال هاد المسائل، لان الوقت هذه ما بقاوش صحاب، باش نكونوا واضحين، ما بقاونا صحاب العائله. صحاب راه صحاب المصالح ديالهم، والعائله هي كتشوف غير المصالح ديالها. انت مثلا كتريح مع شي واحد كيشوفك بخير وضاحك وهذا ما كيحملكش، كيحاول ينكد عليك وما الله اعلم. كيشوفك بنادم غادي خارج لابس مزيان ما كيحملكش، كيشوفك مرازي او بالاحرى مريح في شي كافي زوينه وهذه. واخويا هذا الشيء حنا كنشوفوه غير عندكم نتوما. علاش الانسان ما يقولش اللهم بارك وزد في ذلك؟ باش نكونوا واضحين. الانسان يقول اللهم بارك وزد في ذلك وتكون العاقبه بخير. قلت حاولنا اننا ناخذ الاشياء بواحد المنظور اللي تافه، باش نكونوا واضحين. هذه الاشياء اللي كنشوفوها كتضرنا في الخاطر صراحه، والله العظيم الا كتضرنا في الخاطر. كنسمعوا بهذا الشيء، هذا الشيء كيضرنا في الخاطر، وحتى المجتمع ولا مبني غير على الطمع، مبني غير على حب المصالح وحب الاشياء الماديه. باش نكونوا واضحين، ملي كتحاول انك تناقش مع شي واحد شي فكره، ولا انك كتعطيه شي حاجه اللي يحاول انه يستافد منها، ما كيحاولش كاع كياخذها بمجال لا ما كيحسبش كاع داك البلان، فهمتيني. لانه المجتمع اللي كنشوفوا مثلا بنادم اللي عطيه الله كنحسدوه، علاش انت غادي تحسد داك السيد؟ وعطاه الله عز وجل، الله ييسر ليه، كونوا واضحين، الله ييسر ليه والله يزيدو من فضله. انت ملي كتبين انت كتحسد وكتبين انك انت داك السيد ما حاملوش وكتبغي دير ليه شي طريقه باش يطيح وانت كتفرح. انا كنشوف الناس كيفرحوا ملي كيشوفوا شي واحد طايح ومأزم عليه ولا واقع عليه شي مشكل، نشوف دوك الناس كيفرحوا، فهمتيني. علاش هاد الافكار عندكم اخويا؟ الافكار عند غير على العرب. واش نتوما نشأتوا في هاد البيئات انكم ما كتحملوش بعضياتكم؟ واش اي واحد عطاه الله شي حاجه الله يزيدو من فضله، انا علاش غادي نتبع واحد ولا غادي نحسدهم اجاري معاه ونقول هذا السيد هذا ما الانسان يبدا من حياته يبدا من مستقبله، عطا الله ما يدار، تكون الحياه ديالك بطريقتك الخاصه. وكيقول لك الحسود ولا يسود، اي واحد كيحسد خوه المسلم او بالاحرى ما كيحملوش على داك الشيء اللي عطاه ليه الله، فعلا بان واحد الوقت غادي يحيد منه الله النعمه، لان القلب ديالو والغاضينه ديالو مبنيه غير على الاقوال. المهم تحيه لجميع الاشران والاخوان المتتبعين، هذا ميساج وصلنا لكم بواحد الطريقه ايجابيه، نحاولوا ان الفائده تعم الجميع. السلام عليكم.